كان ممكن تخبط فيه على فكره، تنزل الكره رغم ان الزمالك زياده عاديه في نص الملعب، انما لسه ما سيطرش. وادي علاء علي بيشوط كويس وهو رايح، بيشوط وهدف وهدف وهدف. بقول لحضراتكم بيشوط كويس وهو رايح. وادي اول هدف اللي في المباراه لنادي الزمالك 1-0. علاء علي في الدقيقه 13. علاء علي في الدقيقه 13 من زمن الشوط الاول ينطلق وقدامه فدان، وانا كنت بقول بيشوط كويس وشاط كويس. واعتقد ان الامور بتتصعب على حسين ياسر محمدي اهو. ادي لما خد فرصته الراجل، يعني دي ميزه على فكره في حسام، اللي بيعاكسني اقعد في غيرك. عموما ادي علاء علي يلم الراجل ويمشي وسريع، وقال له هشوط وشاط، وعلقت هناك جامده قوي قوي من ماركه شيكابالا، انما فيها نوع من العافيه. شيكابالا بيحطها يعني بمهاره، دي فيها قوه ولا تصاب. وهنشوف عبد الله ولا حسام عبد العال اللي هيشوط، وصفر ياسر عبد الرؤوف وهدف يا حسام عبد العال. عملوا خدعه كبيره جدا 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 في الدقيقه 38. يحرز حسام عبد العال هدف جميل في خدعه جميله حسام عبد العال في الدقيقه 38 زمن الشوط الاول. بص حضراتكم، عمل تمويه حلو قوي ده بابا اركو، ودخل حسام عبد العال وحط كوره حلوه قوي. بص حضراتكم، ادي التمويه وادي حسام عبد العال، وكوره لا تصد ولا ترد، وهدف جميل. و1-1 اللي لسه جاي بقى. ضربه ركنيه لنادي الزمالك تتلعب لعبد الشافي، وعلى طول تعدي وهدف. اخيرا محمود فتح الله، هو برضو جاب قبل كده هدف يعني في المقصه، لو تفتكروا كانت المقصه 3-3 ودخل عم محمود فتح الله وزن كلهم انا تمني فيا، انا هطلب بقى 5 مليون على الهدف ده، يطلب 5 مليون. محمود فتح الله يحط هدف قاتل في الدقيقه يعني 39 من زمن الشوط الثاني. يتقدم الزمالك بهدف من ضغط مستمر بقدم المدافع بتاعه محمود فتح الله، عشان الابيض يعني يستنشق يعني او يعني ياخد نفسه. وادي الكره اهي، وادي محمود فتح الله، وتعدي الكره وحطها حلو قوي، ولا اجدع فرود، وهدف جميل. وانا قلت هل يصل؟ هنشوف مين اللي عملها اهو. رمى ايده دليل برضه، ده محمد ابراهيم خد انذار. وادي بابا اركو وتصيبه وهدف يا صلاح امين، يا بابا اركو، يا على الدقيقه 88، يا على الدقيقه 88، يا على الدقيقه 88، ويا على بابا اركو، ويا على طلائع الجيش. وهدف قاتل في وقت قاتل، اتلعبت حلوه قوي لبابا اركو، وقف على الكوره، وتغيير من فاروق جعفر، غير بفرود، ما عندوش غير كده رغم انه ناقص. وبصوا حضراتكم بقى التغيير اللي عمله، يا سلام على دي مباراه ومفاجاتها، يا سلام على دي مباراه ومفاجاتها. وصلاح امين يحط هدف التعادل، صلاح امين في الدقيقه 88 يعني قبل المباراه ما تنتهي.